الفيديو ده اتمنى اللي يشوفه ما ياخدهوش من الناحيه السلبيه ويقول ان انا شخص محبط او حاجه، لان ده الواقع ولازم في بعض الاحيان تكون واقعي مع نفسك. هنقعد كده مع بعض واقول لكم شويه كلام كده ايه من القلب ومن خبرتي في التمرين ورحلتي مع المتدربين اللي عندي. بصراحه كده اللعبه دي الجينات بتفرق فيها الى حد كبير جدا، حتى في حرق الدهون الجينات بتفرق جدا. طبعا احنا متفقين ان في ناس بجيناتها عندها الحرق اعلى من ناس تانية، ولكن الخبر الكويس ان اي حد ايا كان جيناته ممكن يوصل لنسبه دهون قليله. وطبعا اظن انا مثال حي قدامكم في فيديو الترانسفورميشن بتاعتي. وبصراحه انا من الناس اللي كجينات سواء بقى من عيله الاب او عيله الام عندنا مثلا ايه من الناس اللي بتلم دهون بسرعه، ولكن طبعا الحمد لله قدرت اوصل لنسبه دهون قليله ومستوى كويس جدا كمان. ولكن النقطه بقى مش هنا، واللي ناس كتير جدا ما اتكلمتش عنها، وهي انت جسمك بيرتاح في انهي وضع وانهي نسبه دهون. بمعنى انت ممكن مثلا تلاقي شخص لا بيتمرن اصلا ولا عامل دايت ولا اي حاجه، وتلاقي مثلا نسبه دهونه 11 12%، وهو تلاقيه مثلا ايه مرتاح جدا في النسبه دي وقادر يحافظ عليها. ولكن على الناحيه الثانيه تلاقي في شخص، والكلام ده يطبق عليا انا، تلاقي ان انت عشان توصل نسبه الدهون دي اللي هي مثلا 11 او 12%، تلاقي نفسك بتتعب جدا ووصلت لها بمعاناه اصلا ومش قادر حتى تحافظ عليها مده طويله عشان جسمك مش مرتاح في نسبه الدهون دي. وطبعا الكلام ده زي ما انا قلت حسيته على نفسي. مثلا بتلاقي نفسك فعلا مش مرتاح، مش قادر تتمرن، حاسس ان انت دايما جعان وتعبان. يعني مثلا انا كابراهيم بلاقي نفسي مرتاح في نسبه دهون مثلا ايه من 14 ل 16%، بحس ان اوزاني كويسه، مرتاح في الدايت بتاعي. وطبعا النقاط دي انت مش هتعرفها مع نفسك من يوم وليله، لا طبعا الموضوع ده انت تعرفه بعد مده طويله جدا من التمرين والدايت وانك تجرب. وطبعا النقطه دي مهمه جدا لو انت من الناس اللي الهدف بتاعك ان انت تخش بطولات وتنافس. والبطولات الطبيعي، وحط تحت كلمه طبيعي 100 خط، لان في البطولات الطبيعي انت بتلعب على ان نسبه دهونك تكون قليله جدا. يعني مثلا تلاقي رقم واحد زي 7 6 8% مثلا، لان في ناس اجسامها او جيناتها ما تسمحلهاش اصلا انها توصل نسب الدهون دي. فعشان كده لازم تكون واقعي مع نفسك. وبرضه عايز اوضح نقطه مهمه جدا، مش معنى مثلا ان انت تخين دلوقتي ده معناها ان انت جيناتك مش حلوه او وحشه. عادي مثلا ممكن تلاقي شخص وزنه زايد بسبب السعرات واسلوب الحياه الخاطئ، ولكن ممكن يكون الشخص ده جيناته كويسه جدا. والكلام ده يطبق على واحد زي اسلام ابو عوف، وده يوتيوبر في مجال الفتنس برضه. هتلاقي لو جيت بصيت عليه في اول رحلته هتلاقيه برضه كان تخين ووصل لمستوى كويس جدا طبيعي، وباين ان جيناته كويسه جدا او الى حد كبير مثلا كبناء عضلي وكتنشيف. ونقطه ثانيه بقى ايه غير الحرق ونسبه الدهون واللي بتاثر على الشكل، وهي الهيكل بتاعك او توزيعه الدهون في جسمك. اول نقطه وهي توزيعه الدهون. اولا احنا في توزيع الدهون في الجسم مش زي بعض. في مثلا تلاقي ناس التركيز عندهم في توزيع الدهون مثلا ممكن في البطن، الجناب، اسفل البطن، الرجل عامه، ايا كان. فاحنا مش زي بعضنا في الموضوع ده، والموضوع ده بيتقاس بناء على جيناتك انت. تاني نقطه الهيكل بتاعك، والنقطه دي بصراحه ما حدش اتكلم فيها قبل كده. بمعنى في مثلا شخص ممكن يكون نسبه دهونه 20% وفي التيشيرت ما يبانش عليه خالص النسبه دهونه 20%، وعلى العكس ممكن تلاقي شخص نسبه دهونه قليله جدا ولكن يبان وسطه كبير ونسبه دهونه اعلى. وده بسبب ان الحوض او الوسط عامه بيكون عند ناس اصغر من ناس تانية. يعني مثلا الشخص اللي تلاقي عنده بجيناته الوراثيه الحوض عنده او الوسط مقاسه صغير، تلاقي مثلا نفس الشخص ده ما يبانش عليه نسبه الدهون العاليه، عكس مثلا الناس اللي الحوض عندها عريض. والكلام ده برضه يطبق عليا، تلاقي اي دهون حتى لو كانت بسيطه جدا في منطقه البطن بتبان جدا عليه. وبرضه بيأثر فيه عرض الكتف، لان العمليه بين الوسط وعرض الكتف اكنها نسبه وتناسب، لان عرض الكتف عندك بيأثر في شكل توزيعه الدهون. وبرضه هرجع اقول نفس النقطه، ما تحكمش على جيناتك من دلوقتي. ممكن تلاقي شخص عنده كرش كبير جدا وكل حاجه، ولكن هو الحوض عنده او عظمه الوسط مش عريضه ولا حاجه. زي ما انا قلت ما تحكمش على نفسك او جيناتك الا لما تبقى بقالك مثلا ايه مده بقى طويله من الدايت والتمرين، ساعتها تقدر تحدد وانك تحاول تجيب اخرك من الاخر. يعني انا مثلا ممكن اجيب لك شخص ماشي في الشارع وتلاقي مثلا شكل جسمه وحش جدا، ولكن الشخص ده يطلع عنده جينات جباره جدا. فعشان كده ما تحكمش على نفسك من دلوقتي. وللاسف الانفلونسرز او السوشيال ميديا حاليا يعني موصلين لك فكره ان الطبيعي وان الجسم الصحي ان نسبه دهونك مثلا تكون ايه 8% او 9%، اللي هي نسب الدهون قليله قوي دي، وان انت المفروض تكون طول السنه على نفس نسبه الدهون دي. وده طبعا بيحبطك جدا. وعايز اقول لك حاجه، اصلا نفس الشخص اللي بيقعد يوصل لك الفكره دي وان نسبه الدهون دايما 8 و9% ده مش في الحقيقه. لا هو هتلاقي مثلا ايه فتره الاون سيزون هو اللي بيكون فيها كده، ولكن فتره الاوف سيزون او بقيه السنه هو مش كده. لا نسبه دهونه بتعلى عادي جدا. وعامه نسبه الدهون الصحيه بتكون من 20 لحد 10%. طبعا تروح بقى لانهي ناحيه، سواء ال 10% او ال 20% زي ما انا قلت، او هتكون مرتاح في انهي، او الصحي بالنسبه لك انهي، ده برضو يرجع على حسب جيناتك. طبعا اللي فوق النسبه دي ده اكيد طبعا شيء مش صح. وطبعا عشان توصل لهدفك او نسبه الدهون اللي انت عايز توصل لها، ممكن تتواصل معايا نعمل برنامج مخصص ليك انت، او تشوف سلسله حلقات ازاي تعمل نفسك نظام غذائي كامل. تقريبا شرحت فيها كل حاجه هتحتاج تعرفها عن ازاي تعمل نفسك نظام غذائي كامل. وطبعا بالنسبه للتمرين مش ناسيك، انا عملت فيديو لاول يوم جيم تقريبا، يعني كل النقاط غطيتها في الفيديو ده. وفي الاخر اقدر اقول لك ايا كان هدفك تقدر توصل له. ودايما انا بقول ما تشغلش نفسك بناحيه الجينات. وبرده حاجه بصراحه انا مقتنع بيها
بيها في حياتي كلها، المجتهد بيوصل عن الموهوب، وبالتوفيق لينا وليكم ان شاء الله يعني. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا ريت لو اي حد عنده اي اسئله يقدر يسال تحت في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. او برضه تقدر تتواصل معايا بشكل خاص، بيكون ارقامي او كل وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتي بتكون في الوصف، تقدر تكلمني عليهم طبعا.